إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 3 حروف. هذه مفتتح بعض السور. فلك بهذا الافتتاح ألف لام ميم لك 30 حسنة مضاعفة، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكيف إذا كان هذا في رمضان؟ وتقدر آيات القرآن العظيم بأكثر من 6000 آية، وتقدر أجور تلاوة القرآن العظيم ختمة واحدة بأكثر من 3,400,000 حسنة. هذا أجر عظيم وخير كثير وثواب كبير من الله جل وعلا على تلاوة القرآن. والقرآن أنزل في رمضان بشأن رمضان، وابتدأ نزوله برمضان، ولذلك قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من أنفع شيء للناس القرآن في تثبيت الهدى وزيادته، وبيان الحلال والحرام والأحكام والثواب والعقاب.